لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لواني 1453 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان ومن بس رزامدي رب العالمين وهي دانم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بەڵێ خۆشەویستان، ابن عاشور دەڵێ مناسبەی و ئاتە لەگەڵ ئەوەی پێشووتر ئەوەیە لما ذكر الله تعالى عاقبة إضلال المشركين كاتكوا رب العالمين لآت بيشوتر باس عاقبة سرنزامي قمرا كردني مشرك كان باسكر وصدهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة. عاقبتي قمرا كردني مشرك كانوا ريقري كردنيان لو كسانا كوابرسياريان لذكن درباري قرآن ودرباري إسلام أو سركرداني قمراي حاليان كولا آخرتك أو بار قرسي شاني هالدقرن أتبعه بالتهديد ليردا إنزاء الله تعالى هرشدك بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب. ليردا هرشان لذكا بويكوا أوي بيشوي أوان كأو كاريان أنزام دا لدنيا تيان بسر هات أوانش بسريان دي لو عذاب وسزا ولو رسواي كوا بسريان هات مع التأييس من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم وهرها بهوايان داكا لويكوا أو هولاني أوان ناقاتا مبستو ناقاتا أنزام كأوان ديانوي وأنهم خائبون في صنعهم وبيان رادقيني أوان لهولو كوششيان براستي بدبخت دبن بدستي ناين آمان زكي أوان هدف أوان مبستيان بدستي ناينن هروكو أني بيشو تريش كوا تيان برانبر پیغمبران كردو تيان بسر هاد هم لدنيا هم لقيامات. قد مكر الذين من قبلهم أي قد مكر الكفار الذين كانوا من قبل مشركي قريش بالرسل وأتباعهم. كواتا كافر كان لبيشي مشرك كان قريش أوان تيان كرب پیغمبران إخوان وبشمن كوتي پیغمبرانيان وهروها وصد الناس عن دين الله. أوانش بهمان شوا خلشيان منع كر لويكوا بين اتباع دين الله تعالى واتباع پیغمبران بكن. فأتى الله بنيانهم من القواعد. كواتاني بيشوانيش هولي خويان دا لكافركان كبرامبر پیغمبران سبيلانيان دارشتيا كو خلشيان منع كردي لاتباع كردني أوان. فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتاهم عذاب الله الذي اجتثت بنيانهم من أصله وأساسه. إتر الله تعالى عذابي نادي تسريان بشيويق عذابي نادي تسريان كوالا رقو رشالو دريان هنا بشيويق عذابي نادي تسريان لقاعدة ولبناغو دريان هنا. فخر عليهم السقف من فوقهم كواتا عذابي الله تعالى بيان قيشته لقاعدة ولبناغو دريان هنا. فخر عليهم السقف من فوقهم أي فسقط السقف على أولئك الكفار من فوق رؤوسهم فأهلكهم الله. لا قاعدة وبناغو خواي قول عذاب نار تسريان يتر سقفيش كوتي تسريانو رماية بس سري أو كافرانا يتر خواي قول بهلاتش بردينا. اختلفوا فيه هؤلاء الذين خر عليهم السقف چين أو كساني كوا
خی گەورە وەسفیان دەکەکەوە ئەوها عەذاب لە قاعیدە و بناغەوە لە بۆیان هاتیە و سەقف کەوتە سەریان. فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمرود بن كنعان. زور بين مفسرين دلي نمرود يان نمرود كوري كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل، كما معلومة بناء زور ضخم لبابل دروس كرد، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، ما بس هو بستسرد أو بناء عظيماي ويقاتل أهل السماء، شر لقل أهل آسمان بك باعتبار تواو زوي هم اللي جرد صلاتي أو زار الشر لقل آسمان يجبك. فأهب الله الريح، الله تعالى باج تندنار، فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا. الله تعالى بوبا كنار دي السريان أو بنا كوتس السريان بسر خوي شوين كوتواني ولنا يبردن كوات هندك ضلين أو يبيشوتر كخواي جور آماجان بكاتشيا نمرود، هنديش ضلين بخت صر، هنديش ضلين المقتسمون الذين تقدم ذكرهم في سورة الحجر. لا باز لا المقتسمون دكاتا كوالكوتاي سورة الحجر آماجا بأوان. ابن جرير ضلين وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك تساقطت عليهم سقوف بيوتهم، كواتا الله تعالى دفرمي أوانا كساني كن سقفي ماغلكاني بسر سريان دار ما إذ أتى أصولها وقواعد أمر عذاب خواهي قولا هاد لبنا غول يعني دا فأتفكت بهم منازم إتر أو ماليان أو بنايان السريان هلتك القاعدة وسقف كوت السريان، لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان وخر السقف إتر أوي يعني بوشي عذاب لبنا غوبيو سقف بسريان السريان دابرمي. والتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد لي كاتب نوعيدي كجلك دليتو أجد الله بيستر وهاي تبقين أوها مشهورة عذاب خواهي قوله هات لبنا غوا لياني داو هلي تكاندنو سقف مالكانيان كوت السريان أو زهر تشيبي أواني كوت جات بيغمبرانيان كذا. شوكاني دلي والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين أو يجوا دلي كواتا أولا ترى وآتا قشتية لبو همو آني كوالا سر باطل من المتقدمين آني بيشوتر الذين يحاولون إلحاق الضر بالمحقين آني كوالا سر باطلنو هول ددن هوليان دا كوا زيان بوكسان بقين كوالا سر حقا مكركان سوى معنى المكر هنا قد مكر الذين من قبلهم الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق أو مكري كخواي قول آماجي بيدكائي أوان أو نخش دارشتني كوالق الحق ناقون زي دج حقا. وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله عليه وسلم كواتو هرشي لبقو كافراني كواس لسردين بيغمبر صلى الله عليه وسلم يان لدواي أو يجدين دجاتي دين كيدا كان بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم. هروكو أنا بيشوتر كو بيلانيان دجي بيغمبرانيان بس بزر خوان توابو أنا كدجياتي برانبر با خاتم الأنبياء والمرسلين يجدكن تسلا جياني دا يان لدواي جياني لسر دينكي لسر سنتكي عين بهمان شيوا بيلانكانيان بزر خوان توابو. وقيل هذا من باب المثل قلت راشا وكم مثال نموني خواهي قردين توا لإبطال ما صنعوا هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادة غيره كواتا ضلاء وكم نموني خواهي قردين هناك توا تاوك بشان مامدا سندا باطلة أواني كوا كافر ومشركا بتشيويك ديكن سي أنزام دن لعبادة غير الله تعالى. والمعنى أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه كواتا معناك بمعنى أودي أوانا خواهي قولي نايبردن وكو أوي كواكسيك مالي بسدا برمي سعدي دلي. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه أو آتا جوانترين مثال خواهي قولي ديهيني توا كوا بتشيويك خواهي قولي بيلاني دجمناني خوي بطال دكاتوا فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم
ئیتر ئەوان فەکەڕوا بیریان کردەوە تەقدیریان کرد فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم کەواتە کاتێک ئەوان پێغەمبەرانیان بە درۆزان ئیتر هاتن فکریان کردەوە تەقدیریان کرد وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ئیتر ئەو کافرانە هاتن لە بۆ دژاتی مەبدەئی پێغەمبەران عەقیدەی پێغەمبەران هاتن ئوسولیان داڕێشت لەو باتیلەی خۆیان کە وەکو بڵێ ئەو ئوسولە دەگەڕێنەوە سەری وكأنما أصحاب مبدأ عقيدنا لجيات بيغمبران ويردون بها ما جاءت برسل لسر أو أساس عقيدة كوان دهان مزلان دي رد أو إذا كان كوا بيغمبران هنايتيان واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم وأهلوا بيلانيان داريش لو أو كوا زيان بقينا ببيغمبران عليهم الصلاة والسلام وهلوا شوان كوتي بيغمبران فصار مكرهم وبالا عليهم ئیتر مەکر و پیلانی ئەوان بەسەر خۆیان داشکاوە فصار تدبيرهم فيه تدميرهم پیلانەکانی خۆیان کە لە جی پێغەمبەران ڕێشت بوو بۆ مایەی تدمیری خۆیان وذلك لأن مكرهم سيء وەرەوەی پیلانی ئەوان خراپ بوو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وش قاعدة وخوای گەورە دەفەرمی هەر کەسێک پیلانی خراپ داڕێژی ئەوە سەرنجام بەخۆی تێدەکەوی وەک کوردەواری خۆشمان دەڵێ کەسێکەوە بیرێک لە بۆ خەڵکی لێبدا بەخۆی دەکەوتە ناوی وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي وأتاهم عذاب الله بغتة عذابي الله تعالى هات سري زول لنا كاو من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون كوان حسابيا لو نكربو بيجبينيا لو نكربو إذ ظنوا أنهم في أمان من أوان واقو نقمان كوان تأمينا هيش تيقن لنا يا نابا ترخواي قول سبحانه وتعالى بشيويك عذابي لنا كاو نارد سريان كوان هيش حسابيا لو نكربو أولا دنياي ثم يوم القيامة يخزيهم لقيامتش خواي قول رسبان دكا مناسبة وآتا لقالوا بيشتروكوا بقاعدة لما بين سبحانه وتعالى حال المكر المتمردين عليه في الدنيا كاتك والآت بيشتر الله تعالى حالي أو كساني باس كركوا كبيلان دا دريجن لجيات كنديني خوا حاليا لدنيا تسيا أخذ يذكر حالا في الآخرة تقريرا للآخرة يتلير دا أوزا خواهي قول باس لحاليا دك الآخرة بسر دادي هم لبو برياردان لبو إثبات كردني آخرة وبيانا لأن عذابهم غير مقصور على الدنيا ولبوش من بيان دك عذابي أوان تايبتني بالدنيا بل كل آخرتيش تمشاكت سيان بسر دادي ابن عاشور يجدالي إنها عطفت على ليحملوا أوزارهم يوم كاملة يوم القيامة لأن ذلك وعيد لهم هذا تكملة له كواتا ابن عاشور دالي أو آتا عطف دكريت سر أو آتي بيشوتر كخواي قول باسي سر كردكاني قمرائي كر كوا فرمي أوانا با بكاملي قناه تاوانا كان هلبقن روج قيامته يتلير باسي حالي عندك لروج قيامته كوا ثم يوم القيامة يخزيهم أي ثم يوم القيامة يذل الله الكافرين ويهينهم بالعذاب باشان الله تعالى روج قيامته كافركال زليل دكا رسوايان دكا ويظهر فضائحهم أو فضيحة أو حشتانك وحيابرة بدياري ديخي فما كانت تخفيه ضمائرهم يجعله علانية خفنا من ده أو كأوان لنا ضلوا درونيان شارد بيانو الله تعالى بو همو خلشي بياني دكاو حيايان دبا ورسوايان دكا ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم وتا الله تعالى دفن بمشرك كان أين الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا كأواني كأنقود أن تتنبرس لدنيا وتزعمون أنهم شركائي كأنقود إدعاءات ذكر أوانا شريكا لبو من لقل من عبادة ذكرين وتتخذونهم أولياء من دون أوان تان كردوا أولياء ودوست خوتان لخوار من وتعادون الله وحزبه بسببهم بسبب أوان دجيتنا لقى الله لقل ديني خوا ذكر فليدفعوا عنكم هذا العذاب ديبا عذابتان لسلابدا كاتا تشاقون فيهم أي تخالفون وتعادون وتخاصون وتخاصمون كأواني كان قول بيناوي أوان
مخالفتان دەکرد و دژایەتیتان دەکرد و مخاسەمە و شەڕتانی ئەلان کردبوو لە پێناوی ئەوان کە ئەوانە لە چێن ئیتر دیارە ئەوانیش لەو حاڵەتەی چ جواب دەن و قال الذين طبعا ئەوان جوابیان پێ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين واتە لەو حاڵەتەی قال الذين آتاهم الله العلم کاتێک کە خوای گەور پرسیار لەوان دەکا ئەوان جوابیان پێ نییە کە پەرستراوە بە ناحەقەکانتان ڕەوان جوابیان پێ نییە لێرەدا ئوتوا العلم ئەوانەی خاوەن علمن دەڵێن ئەوانەی کە خوای گەور علم پێبەخشێن لەوێن دەری ئەوانیش دەڵێن إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين دلين إن الذلة والهوان يوم القيامة والعذاب كائن على الكافرين آنش دلين زليلي ورسوائي وعذاب أو روكا براستي لسر كافران أوان جوابيان بينيا ديال لو آتا اشتيتري جماعكوا باسي بكن كمفسرين باسي عن كرديا لبرتوابوني كدوستين ببشتوان الله تعالى واني دهتو دينو خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون